مساء الفل وأهلا بيكم. الحلقة دي غير متوقعة بالمرة. اللي بيحصل فيها كله هنتفاجئ بيه. أولها كده، البنات قاعدين في الكافيه. ملك بتشكر دليدة على إن هي ساعدتها تدخل مامتها المستشفى، وقالت لها كمان إن ميعاد العملية اتحدد. وبتيجي ملك وتقول لهم عايزاكوا في حاجة مهمة جدا، بس تعالوا نطلع نتكلم بره. وقالت لهم إن الضابط ورى مامتها فيديو في العربية اللي كانت جواها هنا، ولو هم شافوا الفيديو ده تاني أكيد هيعرفوا يوصلوا لحاجة، لكن هم مش عارفين ازاي يوصلوا للفيديو ده. وبالتخمين كده قدروا يحددوا إنه ممكن تكون الكاميرا دي بتاعة الكشك اللي ورا المدرسة بشارعين، وعلى طول راحوا على الكشك ده وبيقولوا لصاحب الكشك ان هم عايزين الفيديو، عايزين يفتحوا الكاميرا يعني ويشوفوا الفيديو. قال لهم ازاي يعني، هو انتوا مباحث؟ انا مستحيل اديكوا حاجه زي كده. ولما عرضوا عليه مبلغ معين رفض برضه. وبعد الحاح وترجوا كتير قوي وتحايلوا عليه اكتر واكتر، فقال لهم انا ممكن اخليكم تشتروا حاجه بالفلوس دي، بس في نفس الوقت انا ما شفتكوش ولا اعرفكم ولا خدتوا من عندي حاجه، ما تودونيش في داهيه. واداهم الفيديو على الفلاشه اللي كانت معاهم، وبيروحوا يقعدوا على الكافيه ويتفرجوا على الفيديو. ما فهموش اي حاجة ومش عارفين يوصلوا لأي حاجة، لكنهم شافوا فعلا هنا جوه العربية. لكن هيوصلوا ازاي لصاحب العربية ويعرفوا هو مين؟ ده امر مش عارفين يوصلوا له خالص. قاعدين بقى بيفكروا هيحلوها ازاي. ودليدة بتقول لهم انا حاسة ان مامة هنا مخبية حاجة كبيرة قوي. قالوا لها لا، الحكاية كلها انها حزينة على بنتها. قالت لهم لا، في حاجة مش مظبوطة. وبتتصل في اللحظة دي مامة هنا وبتقول لمريم انهم ما بيسألوش عليها ليه، لازم يروحوا ويزوروها ويتغدوا معاها كمان. وقالت لهم ان في واحدة اتصلت وعزتها واسمها سارة. فمريم قالت لها دي بنت مستر شاكر. قالت لها طب تعالوا كلكم عشان تتغدوا معايا وهاتوا سارة معاكم. الست دي وراها سر كبير لسه ما اتكشفش. الضابط رشيد بقى بيقول لزميله أمجد لازم نكثف البحث. احتمال تكون العربية دي بتاعت حد من مدرسين المدرسة أو حد من أولياء الأمور. لازم نعرف دي عربية مين بالظبط. البنات اتجمعوا وراحوا كلهم على مامة هنا ومعاهم الفيديو ووروهولها. هي بقى عندها حل ما خطرش على بالهم. قالت لهم الفيديو ده لازم ينزل على النت، لازم الناس كلها تشوفه وكلهم يدوروا على صاحب العربية، بدل ما انتوا بس اللي بتدوروا لوحدكم. لا، انا عايزة كل الناس تدور معاكم، واكيد هنعرف دي عربية مين. ما كتبوش خبر وعلى طول راحوا على سايبر علشان يرفعوا الفيديو. وقالوا بقى ان هما بيدوروا على صاحب العربية دي علشان هنا كانت راكبة فيها قبل ما تختفي عن الوجود. الضابط رشيد كمان مش ساكت، بيروح بقى يسأل السياس اللي حوالين المدرسة. وده بيقوله لا، انا ما اعرفش العربية دي بتاعت مين. انكر خالص انه شاف العربية قبل كده، مع انه وريها له وباينة زي الشمس. قال له يعني ايه، ما انت اكيد عارف عربيات اولياء الامور وعربيات المدرسين كلهم. في الاخر بقى لما زنقوا قال له دي شكلها كده عربية مستر رؤوف، بس هو عنده عربية تانية فما بيجيش بدي كتير. الفيديو اللي البنات نزلته قلب الدنيا، وكل الناس بتدور على مين صاحب العربية. يا ترى بقى رحمة لما شارت عليهم بالفكرة دي كان ايه اللي في دماغها؟ في بيت مستر شاكر بقى بنته سارة شافت هي كمان الفيديو، وشافت تعليقات الناس وهم بيقولوا ان دي عربية مستر رؤوف. فبتقول لباباها اللي اتفاجئ واتخض وقال لها مالكيش دعوه بالحوارات دي خالص، ما تشغليش بالك بيها وما تتدخليش فيها نهائي. وده بقى مستر رؤوف اللي بتتصل بيه مراته وتقوله في فيديو قالب الدنيا، شوفوا بسرعة. الضابط رشيد بيكلم زميله ويقوله فيديو عربية رؤوف اتسرب على السوشيال ميديا، شوف لنا ده حصل ازاي. في الوقت اللي كان أمجد رايح فيه بيت رؤوف، ولما سأل عليه مراته قالت له إنه عنده حصة، وقال لها دي عربيتكو؟ قالت له عربيتها. وسألها هي راكنة؟ قالت له لأ، العربية مع رؤوف علشان عربيته بتتصلح بقالها كذا يوم. طلب منها تكلمه إنما موبايله مغلق.
البنات متجمعين في الكافيه علشان يشوفوا آخر التطورات في الموضوع بتاع هنا. وملك بتقول لهم أنا نسيت أقول لكم حاجة مهمة جدا قبل كده. اليوم اللي كانت هنا فيه في الحمام سمعت فويس جاي لها من مستر رؤوف، وصوته كان متضايق جدا بس ما فهمتش ايه هو الموضوع. قالوا لها لازم نعرف الضابط رشيد الكلام اللي انتي قلتيه ده حالا، وبيروحوا على هناك وقالوا له. فقال لها ازاي ما تقوليش يا ملك معلومة مهمة زي دي قبل كده؟ قالت له كنت ناسيها خالص. وبعدين قال لهم ما تعرفوش مين اللي سرب الفيديو؟ قالوا لا طبعا ما نعرفش. فقال لهم احنا بقى عرفنا، اصل السايبر اللي راحوه كان فيه كاميرات، وقال لهم انه عايز يوصل للي عمل كده فانا قبلهم وعايز يساعدهم، بس ما ينفعش يعملوا حاجة من دماغهم تاني. وده بقى سيد اخو ملك مصمم ما يمشيش صح، بيقلب رزقه بأي طريقة تيجي في دماغه، ورايح يفكك أسلاك الكهرباء اللي في المدرسة. وبيسمع مستر شاكر ومستر رؤوف بيزعقوا بصوت عالي قوي، فبيحاول يشوف هما بيقولوا ايه في اللحظة اللي بيجي أمن المدرسة ويظبطوا ويمسكوه. أما دليدة بقى فشخصيتها اتغيرت خالص بعد اللي حصل لهنا، وبقت بتساعد كل أصحابها، لدرجة إنها بتجيب نودي وبتروح للمحامي علشان تشوف حل في موضوع جوازها، وبتوريله القسيمة. فبيسأل نودي ويقول لها تحبي في قدامك حل من الاتنين، إما إن إحنا نرفع قضية خلع أو قضية طلاق. قضية خلع مش هتاخدي ولا حق من حقوقك، إنما قضية طلاق فانتي هتاخدي كل حقوقك، بس دي هتطول شوية. بس قبل كل ده لازم نسجل عقد الجواز ده عشان نعرف نعمل كل اللي انتي هتضمني بيه حقك. مستر شاكر بيدخل الحصة علشان يتكلم مع الطلبة ويقول لهم إنه محرج جدا من نفسه، إنه هو كان في يوم من الأيام صاحب مستر رؤوف، ولو اتأكد إن هو ليه دخل باللي حصل لهنا مش هيعرفه تاني أبدا، وهيبقى أول واحد يقف ضده. أصحاب ملك بيجي يزوروا مامتها مسيد في المستشفى، وأول ما بتسمعهم وهم بيتكلموا على الموضوع بتاع مستر رؤوف والعربية بتاعته والحوارات دي كلها، فبتقول لملك أنا لازم أروح أتكلم مع الضابط في حاجة مهمة جدا، لكن ما بتلحقش أصل هما بياخدوها على العمليات. ونشوف بقى رحمة اللي مجمعة كل صحاب هنا وبتقول لهم انها خلاص ما بقتش زعلانة منهم، ويا ريت يجوا عندها كتير عشان بيفكروها ببنتها ومن ريحتها ومش عارف ايه والكلام ده كله، ومصممة ان هم ياكلوا، وبتغرف لكل واحدة في طبقها. شكلها كده مريب ومش مريحة، يا ترى بتدبر لإيه لسه ما نعرفش. كل اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص. مستر شاكر اللي عامل فيها صاحب القيم والمبادئ الملاك البريء اللي الجدع اللي مش عارف ايه اهو شايفين بعينيكم. خلاص نو كومنت، مش هقول اي حاجة تاني. حاجة واحدة بس صغيرة، دي شقة الهرم اللي كانت فيها هنا. اشوفكم خير بقى ومع السلامة، والى لقاء الحلقة الجاية.